مش شطارة منك على فكرة، ساعات تحس انك عملت حاجات كتير في الدنيا وتحس انك مبسوط بيها قوي، وتفتكر ان ده يعني نصاحة. ما شاء الله، ده انا خلصت المذاكرة، خلصت الشهادة الفلانية، لقيت وظيفة كويسة، اتجوزت جوازة خطيرة، سافرت سفرية كويسة جدا. وبالذات الأبهات ربنا يحفظهم لينا، يقول لك ده انا علمت ولادي والحمد لله رب العالمين، جوزت البنات وجهزت اخواتي مش عارف ايه وعملت ايه وبنيت بيت 3 ادوار، وكأنه هو اللي فعل. ولو اني بشوف ناس كتير من شويه فيروس ولا حبه دم كده وقفوا شويه، بس ربنا اراد انهم يقفوا هنا ولا هنا، اتشل ما بقاش قادر يتكلم. فاوعى تظن في يوم من الايام ان انت عملت حاجه، ان توفقت لدراسه فربنا اللي اداك الدماغ، ان توفقت العمل فربنا اللي اداك ايدك ورجلك اللي بتمشي بيها عشان تروح تشتغل، ان توفقت الجوازه فربنا اللي من فضله اداك زوجه صالحه، ان توفقت الصحه فربنا اللي حافظ عليك نعمه صحتك، ياما غيرك في مستشفيات. ان توفقت المال فده رزق من الله. وربنا سبحانه وتعالى قالها في حديث قدسي: انما هي اعمالكم احصيها عليكم ثم اوفيكم اياها. انت اللي عملت، فمن وجد خيرا فليحمد الله ان هو اللي وفقه لكده، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. كتير من حاجاتنا اللي واقفه في الدنيا بسبب ان احنا فاكرين ان احنا اللي بنخلص مشاورنا واحنا اللي بنخلص مصالحنا. لو وكلتها لله بصدق وانت عارف من جواك ان انت مالكش اي لازمه، هو ده المعنى الحقيقي لكلمه لا حول ولا قوه الا بالله. كنز من كنوز الجنه، لا حول ولا قوه الا بالله. ودي الكلمه اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقولها اول ما يطلع الصبح من بيته. كان اذا خرج من بيته يقول: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. فاوعى تفتكر انك بتعمل حاجه، واوعى تخلي ربنا يغضب عليك لما تحس ان انت بتعمل حاجه بنفسك، او ان انت شاطر وان انت اللي خلصت المشاوير. ابدا، ده ساعات اصلا مشاكلك كلها بتقف بسبب انك انت عملت ذنب. وكتير قوي مشاويرك كلها تخلص وحاجتك كلها تتقضي بسبب ان انت استغفرت من الذنب. عشان كده النبي نفسه كان بيستغفر بعد الصلاه. ياه، ايوه، عشان ممكن تكون ما صليتش حلو. النبي نفسه كان بيستغفر في المجلس اكتر من 70 مره او اكتر من 100 مره. طب ما نعمل كده. وعشان كده اكتر حاجه تفرح ربنا هو انك تستشعر ان انت مفيش في ايدك حاجه. تقول كده: الحمد لله الذي اطعمني هذا. بعد ما تاكل: الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوه. يعني انا ماليش اي لازمه. ايه اللي يحصل لك؟ غفر له ما تقدم من ذنبي. ليه يعني يتغفر لي كل ذنوبي؟ عشان الكلمه دي، عشان انت حاسس من جواك ان انت مالكش اي قيمه. سفري هنا مش بشطارتي، خروجي في الدعوه، كلامي عن ربنا اللي انا بتكلمه دلوقتي اللي انا ما اعرفش مين اللي خلى الكلام ده يجري على لساني، توفيقي في اي امر مش بشطارتي، حركتي اللي انا هتحركها كمان شويه مش بشطارتي، الكلام ده مش بشطارتي. كل حاجه من عندك انت يا رب. ويوم ما تحس ان انت اللي عملت كده لنفسك، دي مصيبه. هيبقى يعني زي ما حصل لقارون كده، قال: انما اوتيته على علم عندي. قال: انما اوتيته على علم عندي، ده بشطارتي انا. الايه اللي بعدها على طول: فخسفنا به وبداره الارض. مش انت بتقول انا اللي اوتيته على علم عندي؟ يلا ورينا بقى هتعمل ايه. كل حاجه في ايد ربنا، وانت في الاخر بتنفذ امر ربنا في الكون بما يرضي الله وبرضاك. ومن غير الرضا ده هتتعب. فدايما نقول لا حول ولا قوه الا بالله، ودايما نحمد ربنا على كل حاجه، ودايما نقول الحمد لله الذي اطعمني وسقاني وكافاني واواني، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. ودايما لما تخرج قول: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله، وانت بتعنيها بجد. ودايما حط في قلبك ان مفيش حاجه هتتم الا اللي ربنا كاتبها. لسه بسمع في صلاه الفجر دلوقتي: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. فعرفت ان الدنيا دي كلها ما تسواش حاجه. من يومين في نفس المكان ده، اول يوم العيد، قابلت السلطان صلاح الدين، سلطان الولايه دي كلها، والاسره الملكيه وزوجته واولاده واحفاده. وسلم عليا بايدين الاتنين كده سلام حار، لان دي تاني مره اقابله. وحسيت قد ايه لو انا كنت سلطان كنت هبقى تعبان في الدنيا دي، مش هرتاح.
لاني ممكن اتحاسب جامد بقى على كل حاجه. وقابلت ابنه وخدت معاه سيلفي، وحسيت ده ابن سلطان بقى، ولا تعبان في حاجه ولا متضايق من حاجه، وكل حاجه بتجيله من وهو طفل صغير. بس يمكن اختباره في الدنيا في الفلوس، ويمكن اختباري انا في حاجه تانية. ساعات يبقى معايا فلوس كتير، وساعات اطلع من الفلوس اللي معايا لحد ما تخلص، وساعات ما يبقاش معايا حق التذكره، وساعات يجي لي الفلوس التذكره اقوم اصرفها في خير وبعدين ادور تاني.